هاي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنعمل ان شاء الله النهارده مع بعض صينيه مكرونه بشاميل. هقولكوا ازاي الجبنه من على الوش كده تتحمر من غير ما تتحرق، وازاي تطلع المكرونه معانا جوسي كده. يلا على طول نبدا مع بعض. اول حاجه نتكلم عليها هي صينيه مقاس 24. جهزتها كده، دهنتها مسحه بسيطه من السمنه. وبعدين اول حاجه بالترتيب هنبدا باللحمه المفرومه. حله على النار تكون سخنه كويس جدا. هنزل بربع كيلو من اللحمه المفرومه. صينيه مقاس 24 هيكون مناسب ليها جدا. ربع كيلو بس من اللحمه المفرومه. اول ما تتحمر هنزل عليها معلقه صغيره توم مفروم وبصله متوسطه كده فرماها. وبعدين دي التوابل، بالإضافة للملح والفلفل الأسود هنحط زعتر وكزبرة وسبع بهارات ورشة كده من السكر ومعلقة صلصة وربع كوباية كده من المية. نقلب كده الحاجات دي كلها مع بعض. أول ما تتسبك نحط زيتون. الزيتون طبعا اختياري بس بيدي طعم لذيذ. تاني حاجة هنسلق المكرونة. ده ربع كيلو من المكرونة أو 350 جرام. هحط عليهم معلقتين صغيرين من الملح وعليهم مية سخنة تكون بتغلي، ونسلق المكرونة مدة 6 دقايق، أقل من المكتوب على العلبة تقريبا دقيقتين. ونفتكر ان الصينية صغيرة فالمقادير ليها تكون بس صغيرة. تالت حاجة البشاميل. أول حاجة هحط معلقة سمنة، والمعلقة اللي أنا هعاير بيها السمنة نفسها اللي أنا هعاير بيها معلقة كمان من الدقيق. ونقلب كده الدقيق مع السمنة لحد ما يدوب كويس. وانا كده بادئه بالدقيق قد المادة الدهنية فهو هيدوب من غير ما يعمل اي تكتلات. انا مش بستخدم مادة دهنية كتير في البشاميل، هي معلقة سمنة او مادة دهنية واحدة بس. عشان كده التكنيك في البشاميل ممكن تلاقوه مختلف شوية. اول ما الدقيق هيدوب هنزل عليه بكوبايتين من الحليب. كل معلقة من الدقيق بتحتاج كوبايتين من الحليب. واقلب كده كويس لحد ما الدقيق يدوب في الحليب كده. وبعدين هبدأ انزل كمان معلقة من الدقيق. هنزلها كده واقلب بسرعة جدا في كل الاتجاهات لحد ما الدقيق يدوب وما يبقاش فيه اي تكتلات خالص. لو الخطوة دي كترت منكم ما تقلقوش، عادي خالص تنقلوا البشاميل في الخلاط وهيرجع القوام ناعم تاني. واحط كمان كوبايتين من الحليب ومعلقة كبيرة كده من القشطة، او ممكن نستبدلها بكريمة، هي بتخلي القوام بتاع البشاميل كده غني اكتر. وكمان هزود مكعب من الجبنة مثلثات، ممكن تستغنوا عنها بس كل الحاجات دي معززات للطعم. حط مكعب مرقة او ممكن مرقة الفراخ اللي هي الباودر الفورية عادي. وبس ده كده القوام المظبوط للبشاميل. وفي الاخر خالص هزود معلقة كده صغيرة من الملح ورشة من الزعتر. البشاميل بالنسبة لي يعني زعتر في البشاميل وزعتر في اللحمة المفرومة، وبحب طعمه جدا. ده كده القوام المظبوط للبشاميل، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. نيجي كده ان احنا نعمل الصينية. نجيب الصينية بتاعتنا، نحط في الاول كده كمية كويسة كده من البشاميل وعليهم نص كمية المكرونة اللي احنا سلقناها. وهقلب البشاميل كده مع المكرونة كويس قوي، وهحط كمان فوق المكرونة شوية بشاميل كمان عشان اتأكد ان المكرونة كده غرقانة بالبشاميل. وبعدين في النص كده هحط كمية اللحمة المفرومة بتاعتي كلها، وزعها كده بالتساوي لحد ما اخلص كمية كلها. وبعدين في الاخر هحط باقي كمية المكرونة، الجزء الباقي من المكرونة هوزعه كده فوق. وبعدين هوزع باقي كمية البشاميل على الوش كده. ناخد بالنا لو البشاميل خفيف جدا هينزل كله تحته، والطبقة من فوق هتبقى مش عليها اي بشاميل. فلازم قوام البشاميل بتاعنا يبقى متوسط، مش تقيل قوي عشان البشاميل ما يطلعش ناشف، ومش خفيف قوي زي القوام اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين على الوش كمان هحط رشة كده من الجبنة الموتزاريلا. بتدي طعم حلو جدا للمكرونة لما تتحمر كده تحت الشواية، بتدي طعم فعلا لذيذ. نيجي بقى لأهم حاجة، ازاي الجبنة تسيح من غير ما تتحرق وناخد كده مطة لذيذة. اول طريقة عندنا ان احنا نحط الجبنة كده من الاول ونغطيها بورق ألمونيوم وندخلها الفرن متسخن لدرجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. واخر نص ساعة نشيل ورق الألمونيوم ده ونحط الصينية بتاعتنا تحت الشواية، الجبنة بس تتحمر كده وتاخد لون. لو ما حطيناش ورق الألمونيوم الجبنة هتنشف مننا وهتتحرق، فلازم نحط ورق الألمونيوم. ده كده كان بعد نص ساعة شلت ورق الألمونيوم وحطيت الصينية تحت الشواية. الجبنة كده بس خدت وش طلعتها على طول. ممكن لو مش عايزين نستخدم ورق الألمونيوم ما نحطش الجبنة من الأول، نحطها آخر ربع ساعة بس من وقت السوا بتاع المكرونة في الفرن ونشغلها الشواية برضو. وبس ده كده شكلها اول ما طلعت من الفرن. البشاميل طبعا سايح جدا، يعني مستحيل اعرف اطلع قطعة سليمة وهي البشاميل سخنة قوي كده. طبعا البشاميل السايح ده احسن كتير من ان احنا نستنى المكرونة انها تبرد وناخد قطعة سليمة، يعني مفيش احلى من البشاميل اللي هو مش منتظم ده. وطبعا اللي بيحب البشاميل قطع سليمة يستنى كده لما الصينية تبرد، وبعدين يبدأ يقطع المكرونة.
لو هنعمل صينية اكبر من دي وهو الشائع في الاغلب يعني، هنستخدم نص كيلو من اللحمة المفرومة ونص كيلو من الكيس اللي هو ال500 جرام مكرونة اقلام. والمقادير هتلاقوها عندكم بالظبط في صندوق الوصف. استخدمت قد ايه من الدقيق وقد ايه من الحليب. اتمنى وصفة النهاردة انها تكون عجبتكم وان انتوا تجربوها. لو عجبتكم الوصفة هستنى رأيكم في الكومنتس، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة قريب. مع السلامة.